كنت عايز أسأل حضرتك سؤال عن عينيا. باجي بعد الشغل عشان أنا شغلي معظم الوقت على الموبايل وعلى اللابتوب. فكنت باجي بالليل كده وأنا قاعد مع أصحابي، أو مثلا لما بروح البيت بنام بلاقي في شوية نغمشة كده. فدايما صحابي كانوا بيقولوا لي هات نضارة حفظ نظر، فأنا عايز أجيب كده بس مرضتش أجيب قبل ما أجي أخد رأي حضرتك. طيب، هو السؤال ده شقين. اولا، هل في حاجه اسمها اصلا نظاره حفظ نظر ولا مفيش؟ الاجابه قاطعه لا، مفيش حاجه اسمها نظاره حفظ نظر. طيب، امال ايه اللي انا بشتكي منه واللي انا بيحصل لي، فبالتالي انا حله ايه؟ هو الموضوع ببساطه ان العين جواها عضله يعني زي عضلات الجسم كلها. بس العضله دي بتبقى هدفها او ربنا سبحانه وتعالى خالقها عشان ايه؟ عشان تخلي الواحد يشوف القريب كويس ويشوف البعيد كويس من غير ما يحتاج اي حاجه تساعده. زي بالظبط الكاميرا اللي بنعملها زوم كده، في زوم بالفعل داخل العين، اللي مسؤول عنه عضله داخل العين. العضله دي بتجهد يعني ايه؟ عشان على طول انا قاعد بص على حاجه قريبه كده، فعامله اجهاد على عينيه. زي عارف مثلا زي ايه؟ زي مثلا اللي بيلعب شويه رياضه الصبح يبقى كويس، لكن لو من الصبح لحد اخر النهار قاعد بيلعب رياضه اكيد هيجي تعبان اخر اليوم. فده بالظبط اللي بيحصل في عضلات العين. فكل المطلوب من الشباب دول انه يعمل حاجه اسمها قانون كده، احنا بنسميه 20 20 20. اللي هو اللي هيقعد 20 دقيقه قاعد بيمارس شغله، لازم 20 دقيقه تانية بتكون راحه وباصص فيها لمسافه بعيده. فده كل المطلوب منه، مش اكتر من كده.